واخويا مصري ما اسمحلكش. انا هقول لك على حاجه، انا سالت اخويا تتجوز جزائريه قال لي لا غجريه، والله قال لي كده. قال لي الجزائريه تقول لها السلام عليكم تقول شانا احنا لما بنسمع صوت جزائريه بنتخض، بيشرشحوا مش بيتكلموا فالمصري الجزائريه بالنسبه لي مش فريسه، الموضوع ده تنسوه تماما. المغربيه فريسه عنها، التونسيه ست الفرسان، لكن هي بالنسبه لي هي ذكر، هي ذكر بالنسبه لي، وعارف انها ذكر، بس هي زاحفه قوي ببلاش قوي. عارف ببلاش قوي يعني ايه؟ يعني بتجيب له فلوس وبتجيب له هدايا وبتجيب له وبتعيط عليه وبتبوس على رجليه وتيجي تخطبه من اهله وتيجي تتحايل على امه وابوه وتيجي ويبقى يا عيني المسكين عايز يتجوز مصريه والمصريه مدياله بالجزمه ومش راضيه تعبره، وقايله له عايزه بمليون وب2 مليون وب3 مليون وب4 مليون والا مش هديلك نفسي. واحده بتقول له انا عندك ببلاش وجايه لك مسافره لك من بلد لاخر بلد. يا ابني الجزائريات انت ما تعرفش اي حاجه. الجزائريه لما بتيجي تتجوز مصري بتفتكر ان هي اتجوزت دلدول، والمصري اوسخ من الجزائري في الطبع عشان تكونوا عارفين. يعني المصري عصبي جدا جدا وعنيد جدا 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 وراسه يابس جدا جدا جدا، بس المصري بيقيم المصريه، يعني بيقيمها في المهر وفي الفلوس والحاجات دي. فبالنسبه لي لما تجيله حاجه ببلاش، ليه لا؟ انت خليك انت راجل، مره قالت لك تعالى اتجوزني ببلاش، لا وهجيلك وهجيب لك هدوم وهجيب لك اكلك وشربك ودنيتك ودينك. فالجزائريه بتتجوز بتتخيلها ان هي بعد ما تتجوزه بالطريقه دي هي ملكته، هي بقى عبد عندها. فبتبص تلاقيه لا بيضربها عادي زيها زي اي نسوان، بتشتم عادي، بالعكس بتاخد بالجزمه عادي لانها رخيصه وجت ببلاش.